السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عاملين مع بعض صينية بطاطس. إحنا كلنا طبعا بنحبها وكلنا طبعا عارفين بنعملها. بس أنا بحب أوريكم أنا بعملها إزاي، ودايما أحب أشارككم في أي أكلة أنا بعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات طبعا بتاعتنا برضو كلنا عارفينها. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بصل، ومعانا فلفلاية واحدة بقطاية واحدة، والتوابل بتاعتنا معانا معلقة كبيرة من مرقة الفراخ، وشوية كزبرة، وشوية من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة من بابريكا، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ودي الطماطم بتاعتنا، ودي البطاطس اللي احنا قطعناها نص كيلو، ودي طبعا السمنة أو الزبدة اللي احنا بنطبخ بيها. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أول حاجة طبعا احنا بنعملها، بنحط أول حاجة رق من البصل في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة دي اهو. وبعد كده بنحط برضو القوطة دي ومعاها الفلفل. ده الرق الأولاني بتاعنا، حطينا كله ده. بعد ما حطينا ده بنمسك التوابل بتاعتنا بنحطها كلها على القوطة بتاعتنا كله كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة دي. وبعد كده بنكمل نحط الرق البطاطس بتاعنا. صلى على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إحنا دايما بنشارك بعض لما بنعمل أي أكلة مع بعض، بنشارك بعض فيها. وأي حد بيبقى عنده أي تعليق على أي حاجة بيقولوا، زي ما إحنا دايما بنسمع بعض. تمام كده حطينا رق من البطاطس، وبعدين هنحط معاه رق من البصل بالطريقة دي. وبعد كده الطماطم بتاعتنا بنقلبها مع كل التوابل اللي احنا حاطينها، وحاطين طبعا معاها شوية من الملح، او عايزة تحط الملح في الاخر براحتك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة دي. وبعد كده بنحط تاني الرق البطاطس اللي فاضل، لغاية ما بنخلص كل البطاطس اللي عندنا. كده خلصناها اهو. وهنحط عليها البصل، بالطريقة دي. وبنحط عليها الطماطم الفاضلة كده بالطريقة دي. الفراخ بتاعتنا أنا بحب أحطها الصينية لوحديها معاها في الفرن، عشان بشويها لوحديها، بقلبها على الناحيتين. لكن البطاطس طبعا بضيف لها الشوربة بتاعت الفراخ اللي عندنا. ونمسك السمنة أو الزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة دي اهو. كده حطينا الزبدة بتاعتنا. بعد ما حطينا الزبدة، أهم حاجة بحب أحطها دايما للبطاطس، أو عموما دايما في أكلات كتير بتاعتي بحب أضيف عليها معلقة من الخل. بتدي طعم ومزازة حلوة جدا جدا، جربيها وهتعجبك جدا.
بس كده معلقة، وهنضيف عليها الشوربة ونرفعها على النار. تمام. ونقول بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.